تعالوا نعمل مع بعض العزيزة. ازيكم احلى ناس في العالم، انا عمرو حلمي والنهارده جاي اعمل لكم وصفة اصلية مصرية شعبية اسمها العزيزة، بس هضيف عليها شوية لمسات مبتكرة عشان تبقى احلى واجمل ما هي حلوة. هستعمل النهارده كمان الباستا بتاعت سيتشيليانو، هو براند مصري بس بوصفة ايطالية. يلا تعالوا اقول لكم المكونات. هستعمل اي شكل من باستا سيتشيليانو او اي نوع مكرونة، اي شكل مكرونة. ليه؟ لان احنا هنغلي كل المكرونة دي في اللبن وهنضربها بهاند بلندر، فمش هيفرق معانا ابدا شكل الباستا نفسه. قرع عسل مشوي مش متضاف عليه اي حاجه، لبن، عسل، ماء زهر، مكسرات مشكله وده اختياري، قشطه وده اختياري، جوز هند شرايح، وفانيليا. اول حاجه هنعملها في حله هننزل اللبن وهنغليه. عقبال ما اللبن يغلي انا ههرس قرع العسل ده كله اللي شويته. قبل ما هرسه هحط عليه شويه عسل وشويه فانيليا وبس كده هبتدي الهرس. كده خلصت الهرس بتاع القرع العسل مع العسل مع الفانيليا. دلوقتي بقى هننزل الباستا او المكرونه على اللبن اللي بيغلي وبعد كده هنسيبهم يتعايشوا مع بعض. يلا بينا. دلوقتي هنعمل ايه؟ احنا نزلنا المكرونه او الباستا في اللبن، هنسيبهم الباستا تو اوفر كوك، يعني تستوي زيادة عن اللزوم عشان يبقى سهل بالنسبه لنا ان احنا نضربها بالهاند بلندر. هنحط العسل بقى دلوقتي عشان المكرونه استوت زياده جدا زي ما احنا عايزين عشان نقدر نضربهم، وهزود ميه الزهر وشويه صغيرين فانيليا. هقلبهم كويس وبعد كده اجي اضربهم. دي بقى العزيزه بقت جاهزه، بصوا شكلها يجنن. هعمل ايه؟ هجيب الاول شويه قرع كتير تحت هفرشهم في الصينيه. بعد ما عملت البيز كلها من القرع هبتدي انزل العزيزه في النص وبعد كده افردها. دلوقتي هحط شويه قشطه حلوين كده اهو بالتساوي في النص. العزيزة وصفة أسهل من كده بكتير، هي عبارة عن مكرونة مغلية في لبن، تحط عليها سكر، تحط في صينية، تحط في الفرن، بتبقى جاهزة. بس أنا قررت إن أنا أزود لها قرع عسل عشان أزود القيمة الغذائية، وشوية مكسرات كده عشان نشيقها، وشوية قشطة عشان ندسمها. يلا بينا ندخلها 15 دقيقة الفرن ونطلعها أوريكم شكلها. بصوا بقى العزيزة طلعت من الفرن شكلها يهوس. هعمل ايه؟ شوية شرايح كده جوز هند عليها حلوين وشوية مكسرات، وبس كده بقى عندنا احلى واسرع عزيزة في الدنيا. لو شلنا المكسرات هتبقى وصفة اقتصادية مصرية تجنن. جربوا الوصفة دي وايه رأيكم؟ نزلوها عندكم واعملوا لي منشن انا وسيتشيليانو عشان نشير لكم الوصفة، وبألف هنا وشفا.